شنو العلاقه ديال اجهزه البيجر مع اسرائيل ومع حزب الله؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. نهار 17 سبتمبر في هذا العام هذا اللي هو 2024 الاجهزه ديال البيجر قدرت تلحق الدار بزاف ديال الناس اللي منهم 9 الاشخاص اللي ماتوا و2750 اللي تصابوا وكاينين حالات حرجه بالمئات. وهاد الاجهزه ديال البيجر الاكثريه اللي كيستعملوهم اللي هما حزب الله وكاينين المدنيين. واخا شنو هو هذا الجهاز ديال البيجر وشنو العلاقه ديالو باسرائيل وشكون وراء هذه العمليه اللي دارت؟ بزاف ديال الاسئله كيطرحوا هذا الشيء كامل غادي نحاولوا نشوفوه في هذا الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تخليو واحد لايك كومونتير وتابوناو عندي في لاشين. ما تنساوش هو الانستغرام ديالي راه كنحط فيه بزاف ديال لي حسب هذه العمليه اللي طرات والتحليل ديال الخبير جوزيف اللي صرح بين سكاي نيوز. الخبير العسكري والاستراتيجي جوزيف نصار في الحديث ديالو مع قناه سكاي هادشي اللي وقع هو اقحام واحد الفيروس في ديك الاجهزه. وضح باللي ان هذا الفيروس هذا خلي ديك الاجهزه يخدموا بواحد السرعه اللي مرتفعه اللي خلاهم يسخنوا ويكونوا هذا الانفجار هذا. كيقول باللي اسرائيل جمعت بزاف ديال المعلومات وحضرت هذه العمليه بواحد الوقت طويل. ونفس الهضره كياكدها الخبير المصري على منصه ار تي. وكشف الخبير المصري العسكري والرئيس جهاز الاستطلاع المصري العصبه اللواء محمد عبد المنعم ان اسرائيل هي اللي كتوقع في مراد العمليه. ان بعد واحد الاجتماع ديال المجلس الحرب الاسرائيلي الخميس اللي فات اتخذوا واحد القرار على لبنان اللي هو تامين المستوطنات الاسرائيليه ناحيه الشمال الاسرائيلي. في واحد الاستراتيجيه اللي واضحه انها غادي تبدا بغزه بعد الضفه الغربيه ومن بعد غادي ينتقلوا لجنوب لبنان. هادشي اللي طرا وهادشي اللي كنشوفوه دابا. وكاينه مصادر كيقولوا بلي هاد الاجهزه هادي استوردوها من تايوان وان هاد الاجهزه تايوان اللي وفرت هذا. هادشي اللي طرا نقدروا نقولوا حيتاش حزب الله ما كانوش كيراقبوا الاجهزه ديال انهم يعرفوا هاد الاجهزه واش صالحين ولا لا. ولكن بلاتي شنو هو هاد الجهاز ديال البيجر؟ واحد الجهاز لاسيكي كنقدروا نستقبلوا منه الاشارات كنقدروا نهضروا به كيوصل لنا فيه ميساج غير هو ما كيكونش متصل بالانترنت وهادشي اللي كيخليه ما يتخترقش بواحد السرعه. وهاد الجهاز كان شحال هادي وكانوا كيستعملوه في المستشفيات في واحد واحد المستوطنات كيستعملوه الناس في واحد المنطقه. وهادشي اللي خلاهم يستعملوه اول حاجه ما كاينش التكلفه بحال التليفون وانه امن وصعيب انه يتخترق. الغريب هو ان نتنياهو الرئيس ديال اسرائيل يلوح واحد التويت وكيحمل المسؤوليه ديال اسرائيل اللي هما وراء هذه العمليه هذه. من بعد واحد الدقائق معدوده مسح داك البوست. دابا كما كتشوفوا جميع اصابع الاتهام موجه لاسرائيل وكلشي كيستين الرد ديال حزب الله وقتاش غيكون وكيفاش غادي يكون. ولكن في نظركم واش اسرائيل هي اللي وراء هذا الشيء ولا كاينه شي منظمه اخرى اللي خطط من هذه العمليه هذه؟ وفي نظركم كي غادي تكون رده الفعل ديال حزب الله؟ هذا الشيء كامل غادي نشوفوه في الاسابيع الجايه. ما تنساوش تخليو واحد لايك وتابوناو عندي.